أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج فري كورة وملخص أخبار اليوم. قبل ما نبدأ عايزك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. العناوين: الأهلي وبتروجيت يتعادلان 1-1 في الدوري المصري. الأهلي يقترب من التعاقد مع إبراهيم دياباتي. الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات اللاعبين تمهيداً للسوبر. طبيب الأهلي يعلن استقرار حالة إمام عاشور. تشكيل وقائمة مباراة البنك الأهلي غداً الخميس في الدوري. في كأس الرابطة الإنجليزية، ليفربول ومانشستر سيتي يخوضان مواجهات قوية. برشلونة يستهدف أوسيمن لخلافة ليفاندوفسكي. التفاصيل: الأهلي وبتروجيت يتعادلان 1-1. مباراة الجولة ال12 في الدوري المصري بين الأهلي وبتروجيت انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. بتروجيت تقدم بهدف حامد حمدان في الدقيقة 11، ثم تعادل جراديشار للأهلي في الدقيقة 61. هذا التعادل يخسر الأهلي نقطتين ثمينتين في صراع اللقب ويبقى رصيده 22 نقطة. الأهلي يعرض أكثر من $1 مليون لضم إبراهيم دياباتي. النادي الأهلي دخل سباق التعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، 25 سنة، هداف الدوري السويدي، بعدما قدم عرضاً تجاوز $1 مليون وفقاً لتقارير في الجول. العرض جاء بعد رفض ناديه السابق عرضاً أقل، والدنماركي توروب أقر بأهمية التعاقد قبل الموسم المقبل. الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات اللاعبين. من ضمن أخبار حصاد الرياضة اليوم، أعلن الزمالك صرف دفعة جديدة من المستحقات المالية للاعبين كإجراء تحفيزي قبل مباريات السوبر المحلي. طبيب الأهلي يعلن استقرار حالة إمام عاشور. أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي أن التحاليل التي خضع لها إمام عاشور أظهرت استقراراً في الحالة الصحية، مما يبشر بقرب عودته للملاعب. قائمة مباراة البنك الأهلي. أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة يانيك فيريرا قائمة الفريق التي ستخوض مباراة البنك الأهلي غدا الخميس في الدوري، وشهدت القائمة ضم لاعبين مثل محمد شعاتة، بينما تم استبعاد اللاعب محمد السيد بعد أزمة تتعلق بتجديد عقده. أخبار الكرة العالمية. كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. شهد اليوم الأربعاء مباريات قوية في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث لعب ليفربول أمام كريستال بالاس وواجه مانشستر سيتي فريق سوانسي سيتي. تمت هذه المباريات في وقت متأخر ولم تصل نتائجها النهائية في الملخصات الحالية. الدوري الإيطالي. أقيمت 6 مباريات هامة في الكالتشيو، أبرزها لقاءات: يوفنتوس ضد أودينيزي، روما أمام بارما، إنتر ميلان في مواجهة نارية مع فيورنتينا. أخبار الانتقالات والنجوم. ذكرت تقارير أن نادي برشلونة يستهدف ضم النيجيري فيكتور أوسيمن لاعب نابولي ليكون خلافة محتملا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. تقارير حول اقتراب يوفنتوس من إنهاء اتفاقه مع المدرب لوتشيانو سباليتي لتولي تدريب الفريق حتى 2026.